تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة فجر الأحد إلى قاعة ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث نزال الموسم ومعركة كسر العظام من العيار الثقيل بين البطل الداغستاني الروسي إسلام مخاشيف والكنغر الأسترالي الصاعد بقوة جاك ديلا مادالينا. الحدث سيكون ناري بكل المقاييس، وشخصيا يذكرني بالنزال الشهير بين حبيب ضد كنورو سنة 2018. إسلام مخاشيف صاحب 34 سنة يدخل النزال بمعنويات مرتفعة، وكيف لا وهو حامل لقب الوزن الخفيف ويعد من أكثر المقاتلين سيطرة في تاريخ هذه الفئة بسجل أكثر من رائع 27 انتصار مقابل هزيمة واحدة. ويمتاز إسلام بأسلوبه الشامل في التحكم على خصومه سواء في الأرض وأثناء الوقوف. وفي الجانب الآخر الكنغر الأسترالي صاحب 29 ربيعا جاك ديلا مادالينا، فهو أيضا لا يقل وزنا عن الإسلام، وأكيد لا يكون لقمة سهلة للداغستاني. ويمتاز جاك بقوة رهيبة وسرعة بديهة في ضربته، ويدخل هذه المواجهة بسجل أكثر من مميز 18 انتصار مقابل هزيمتين. فهل سيتمكن الإمبراطور الداغستاني من الحفاظ عن لقبه أم أن للكنغر الأسترالي رأي آخر؟ ووسط كل هذا هناك شائعات تتحدث عن احتمال اعتزال إسلام مخاشيف بعد هذا النزال، فما رأيكم ومن ترشحون للفوز باللقب؟ لا تنسوا أن تتركوا لي رأيكم في التعليقات، ودمتم في أمان الله والسلام عليكم.